الوقفة هون عالم تاني، يعني ما فيني اشرح لكم احساسها، تجوا انتم تجربوا. انا اول مرة بشوف نهر الفرات الحلو كثير والمميز عن جد، ما بعرف طاير عقلي. جيت بدي اصور فيديو، قلت شو بدي احكي؟ قلت يلا رح اصوره وشو ما بيطلع يطلع. بس رح اشارككم احاسيسي، لانه انا اول مرة بزور مدينة الرقة بكل حياتي. يعني انا صار هلا عمري، ما لازم اقول قديش عمري، بس يعني صرت كبيرة وهي أول مرة بزور الرقة وبشوف نهر الفرات. كنا نسمع عليه كثير، ندرس عليه بالجغرافيا، بس إنه تشوفوه شخصياً، وهذا الجسر الجميل اللي هيك مارق من فوقه، جسر مع بعد شوي وهيك يعني يعني لو كان بس شوية عناية بس بهذا الجسر كانت طلعت هاي المنطقة فخامة. الوقفة هون عالم تاني، يعني ما فيني اشرح لكم احساسها، تجوا انتم تجربوا. والمي مرة انه نحن هلا صيام، بس المي كثير باردة، كثير شكلها حلو، والهواء هون بيرد الروح، هيك بتحسوا احساس رائع وقت تجوا تستنشقوا هذا الهواء العليل الطلق. والعالم هون بتيجي كأنه بتحط سياراتها تقعد على ضفاف النهر، بتقضي وقت حلو. لسه هلا لأنه الدنيا رمضان الناس ما جايبين معهم يمكن أكل وشرب، بس بالأيام العادية هلا الوقت كثير مناسب إذا بدهم يعملوا سيران. وحبينا كثير هي الزيارة، كثير سررنا بمقابلة أهل الرقة، أهل الطيبة والكرم، أهل المراجل والنخوة. يعني يمكن هي البلد المميز فيها هو أهلا طيبتهم، كرمهم، أخلاقهم العالية. بتستاهل هاي البلد كل المحبة، كل الدعم. بتستاهل نشوفها من أفخم وأكثر البلدان المتقدمة بسوريا، لأنه عندها كل المؤهلات صراحة. بس بدها شوية عناية، شوية استثمار. وإن شاء الله كل حدا عم يشوف هالفيديو إذا بيحب الله يطعمه جاية ويشوف هذا المكان ويستمتع بالمنظر الخلاب. باي.